akan dilaksanakannya marhabanan yang akan dibawakan oleh ibu-ibu muslimat NU Ranting Desa Gombang. Kepada ibu-ibu muslimat NU Ranting Desa Gombang, dengan segala hormat kami persilahkan untuk menaiki panggung. Ya Rabbi salli ala Muhammad
والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جيرة العالم يا خير الجود والكرم نمضي معهم إلى الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفدا يا جيرة العالم يا خير الجود والكرم على بيت المصطفى نورهم أمان الأرض فذكري شبهوا بالأنجم زهري مثل ما قد جاء في سنن وسفين للنجاة إذا خفت من جفان كل هذا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولى صلى
تحل المسامع بخلاف وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر اللهم قدره الكريم بأرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية صلى الله عليه هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا صلى الله عليه بن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية صلى الله عليه أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حما صلى الله عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر واسمه قريش صلى الله عليه وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى صلى الله عليه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس عليه السلام وهو أول من أهنى البدن إلى الرحاب الحرمية صلى الله عليه وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه صلى الله عليه بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فوائده بنان السنة السنية صلى الله عليه رفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه صلى الله عليه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية صلى الله عليه الذبيح إسماعيل نسمته ومنتمى صلى الله عليه وأعظم به من إقدها تألقت كواكبه الذرية صلى الله عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب نسيب ولا
البقاء القدم والأزلية لا غيره ولا يعول على سواه يا من سند الأنام لا قدرة القيومية فارشد به من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشرك الدجى بشرف الذات المحمدية آخر الأنبياء بشرته وأولهم بمعناه سبحان كواكب أمر البرية وسكن السلامة والنجاة وبأشهاده أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحمد شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين تبشرون بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية حيث من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه ويحدثنا من أشرف الشهوات والأضرار القلبية ويقبلنا من الآمال ما بك ظنناه ويعافينا كل مدلهمة وبرية ممن أهواه هواه ويقين قلوبا دائرة جميلة ويغفر عنا كل ذنب جنيناه ويغفر كل منا عيبه وعجزه وهجره وعميه ويسهلنا من صالح الأعمال ما عز الله وتعمد جمعنا هذا من خزائن منحك السمية ومغفرة وجزي مع ما سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا وإما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين مماهك كلا الدنيا لنا ما منك رجونا اللهم أمن روعات وأصلح الروحات والرعية واعلم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة والشامل بلاد الإسلام آمنة راقية واصلنا وإليه يعم صيام زيده سلسلا وربانا وشهد الأقراط جوهرية وشدود المحافل المنيفة بعقول حلاها اللهم صل على وسلم على